السلام عليكم يا فراولات. دلوقتي بقى اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده يوم جديد، ده مبدئي خلاص. رايحه فين بقى دلوقتي؟ انا نازله عشان ادور على فستان. انا عايزه اقول لكم ان الفرح بكره، وانا عشان ما كانش معايا فلوس اليومين اللي فاتوا خالص، ف يعني هروح اجر منين او هجيب حاجه منين او منين، يعني فاهمين؟ فقلت ايه خلاص، في القبض بقى ربنا ييسر الحال، لما ربنا يرضيني واقبض يعني ابقى اجيب. ربنا يعني عايزه اقول لكم ان هو اراد ان القبض يكون مثلا قبل الفرح. متخيلين؟ والله لولا كده انا ما كنتش هجيب اي حاجه. المهم طبعا دلوقتي انا اتحركت، معلش لو الصوت فيه دوشه شويه، بس عشان ايه؟ انا مشغله التكييف. اتوضى ازاي ده؟ اهو انا وضيته تمام. المهم دلوقتي انا عايزه زي ما بقول لكم كده، انا الفرح بكره بجد، بكره فرح محمد بكره. فانا ما جبتش اي حاجه، وزي ما قلت لكم كنت مقرره طبعا. اخواتي جبتي يلا ها. اخر ما زيت قلت لهم هجيب لي انا هجيب منين؟ انا مستنيه القبض بتاعي، ما اقبض هجيب. ما بقى مش لا هاخد حاجه من حد. فاهم؟ انتوا فاهمين دماغي؟ انا لا هاخد حاجه من حد ولا كان هيفرق معايا يعني خلاص. هما بقى خايفين ان انا ايه اقول ايه مش راح. فاهمين الفكره؟ وما ينفعش ما اروحش، يعني ده مش حد مثلا من بعيد، لا ده يعني ده درجه اولى. فاهمين؟ فلازم ان انا اروح، انا يعتبر انا عمته فلازم اروح. فالمهم بقى ايه، انا اصلا كمان ما عنديش يعني مش هكذب عليكم، ما عنديش حاجه ملائمه ان انا ايه البسها يوم الفرح. فشئت ام ابيت انا لازم اجيب حاجه. وبيني وبينكم انا مش هروح اللهم صل على سيدنا محمد، مش هروح اشتري فستان بالشيء الفلاني واخليه عندي في الدولاب، مش هعمل بيه حاجه. فانا قررت ان انا ايه هاجر. وفي نفس الوقت برضو انت لما بتشتري حاجه سواريه وبتكوني في فرح مثلا حد من الاقارب مثلا من اهلك، فبيبقى كل عيلتك شافوه، ما بتعرفيش تفرفصي، يعني بقى جايه ما بتعرفيش تفرفصي من الحاجه السواريه اللي انت جبتيها. فعشان كده انا مش هجيب سواريه، انا هاجر فقط للمناسبه وخلاص. وعد، انا عايزه اقول لكم ان وعد وعهد الاتنين ما عندهمش صيفي تماما، ولا عدي، ولا وعد ولا عهد ولا عدي عندهم صيفي خالص خالص. فانا يعني ايه عماله بفكر كده هعمل ايه. ممكن لو ربنا يعني ايه يسر لي الدنيا والدنيا بسيطه كده وما تأزمتش معايا جامد، انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن ان انا يعني انا طبعا ده حاجه ضروريه ولازم اعملها، يعني اشوف حاجه ملائمه لوعد هاجي اجيبها لها، وحاجه ملائمه لعهد اجيبها لها، وبس على كده. يعني ده اللي انا ايه هعمله. وعدي عنده شميز ابيض، ف انت بتزمر لي بعد ما انا معدي؟ ما انا عديت خلاص، بتزمر لي ليه؟ عدي عنده شميز ابيض، كنت لسه جايبه له ساعه مناسبه كده، كنت جايبه له بنطلون اسود وشميز ابيض وكرافات بتاع ده وبيبيون يعني عدي ايه يعني ايه تمام، مش محتاجين حاجه. يا رب بحق جاه النبي ماشيه صح، وانا بالثقه اللي انا فيها دي اكون ماشيه صح كده، اكون ماشيه صح. لا لحد هنا مش متذكره، انا ما حدش زمر لي. اي ثينك يعني ان احنا بنخش كده وان شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، ما بنمشيش على طول. تسلمي يا قمر، تسلمي يا روح قلبي. بس
يعني ايه هنلمها يا عيال؟ يعني زي ما عايزه اقول لكم الملخص ان انا هلمها، عشان انا سفيت التراب الاسبوعين اللي فاتوا دول، انا كنت سافه التراب بجد، فانا عايزه المها. يا رب المها، يا رب حياة حبيبك النبي ما تحوجني لاشرار خلقك يا رب، حق هذا الصباح يا رب. المهم ايه، انا هنروح بقى ايه، هاخدكم معايا واحنا بنشوف الفساتين وكده، و هوريهولكم يعني الفستان اللي هيعجبني هوريهولكم، لان اتيلات الفساتين ما بتحبش حد يصور عندها. يا رب الاقي حاجه حلوه، نفسي البس حاجه مختلفه كده حلوه. يلا على الله. بص انا جيت العقاد اللي في ال20، اجرت فستان، واديني دلوقتي راح اشوف بقى حاجات لعيالي، واجيب طرحه واشوف هجيب ايه تاني. عايزه اقول لكم ان انا اجرت الفستان، بعد كده مشيت عماله الف. انا واخده، بصوا انا لفيت لفه اصلا على الفستان قسما بالله. انا هوريكم شكله، يعني انا كده كده هوريكم شكله، ولكن مش هوريهولكم عليا، شوفوه عليا بكره، عشان برضو ايه عنصر المفاجاه. انا يعني مش هقول لكم لا عجبني ولا مش هو لذيذ، واول مره البس هاند ميد احجار، وفي نفس الوقت اول مره البس اللون ده. يعني انا جبت لونه كافيه كده، اللون بتاعه كافيه وفيه احجار خضراء، فشكله حلو قوي، وانا اول مره البس الديزاين ده صراحه. خلاص، او اللون ده لبست قبل كده زيتي، بس مش درجه الخضار دي اللي هي بتاعت، عارفين اسمها ايه المسلسل التركي ده، اسمه ايه، حريم السلطان، نسيت اسمها، هيام. هو بتاع هيام، بحب كل الحاجات الخضراء اللي كانت هيام بتلبسها. طبعا انا اجرت من عند العقاد، اللي هو فين العقاد اللي في على ناصية ال20. صراحة هو بيبقى عنده حاجات حلوة قوي قوي، والمميز عنده ان الفساتين نظيفة. انا عايز اقولك ان انا خدت الفستان دلوقتي وضيقوهولي دلوقتي نص ساعة بالظبط. فعلا هم قالوا لي نص ساعة. نزلت من عندهم، رحت لفيت، لقيت لكم صوت لذيذة كده. ما انا قلت ايه، بصوا نيلي هتلبس فستان فرح، نيلي هتلبس فستان فرح، بس انا مش عايزة عهد وقعد يلبسوا فساتين افراح، يعني انا مش عايزة كده. فانا دلوقتي بدور على حاجه لوعد. انا جبت العهد خلاص صوت، حتى الصوت هتنفعها فيما بعد، فاهمين الفكره؟ لكن فستان الفرح يا جماعه بيتلبس هو في المناسبه وخلاص، شكرا، ما بقاش ليه اي لازمه. فلا حرام يعني اروح ادفع لي 3 4000 جنيه في فستان. يعني انا زي ما قلت لكم انا بحاول المها، وانا لميتها، اللهم لك الحمد لك الشكر ولك الشكر، انا لميتها، جبت لها سوت هوريهولكم لما نروح. خطير، شكله كركوره كده، هو فيها شكلها. جبت لها سوت لزوزه خالص كده، وقلت تلبس عليه ايه، حاجه فلات كده او ايا يكن بقى اللي هي حباه تلبسه، كده كده مش هيبان. والله سيدنا محمد. جبت الوعد بقى، لسه الوعد انا عماله بدور لها وعد، اصلا كانت يعني دريس معين كده، انا مش لاقياه، فانا هدور لها، هنزل عند كذا محل اشوف. ماشي، الحمد لله، قدر ولطف. جدي يا جدي عدي، هنزل كده عند كذا محل وايه، وهشوف عنده يعني حاجه مناسبه ليها ولا لا. انا كتفي وجعاني جدا جدا جدا، بنشيل عدي امبارح، كتافي برقبتي بكل ده. المهم اهو يا بنات، محل اهو العقاد، تمام. فدلوقتي بقى ايه، هشوف حاجه الوعد، وعايزه اجيب باضي
بادي كافيه كده، انا كنت جايبه لها بادي كافيه، انا بلبسه منها. هو هيقول لا؟ لميها يا بت يا زوز، لميها. هلبس البادي من بت وعوده، اخده البسه، كان الله بالسر عليم. واتلمت وانا عندي ليجن، وده كده ايه، هتبقى لوز لوز كده. فاضل ايه؟ فاضل ايه يا زيزي؟ الجزمه من عندي اي جزمه سواري مش هبان، اي جزمه سواري مش هتقولك لا. ماشي. ايه تاني؟ هو انا عندي سيلفر وعندي جولد، مش عارفه يعني ممكن يعني نلبس دي عادي. عندي السواري سيلفر وعندي السواري جولد فعادي، بس انا عندي شنطه جولد وما عنديش شوز جولد، فاهمين؟ فعادي ولا ايه؟ مش عارفه. هنلمها يا ولاد، هنلمها، مش هجيب حاجه. انسي انسي، شيطانك يغلبك. نو نو كده. انا بالنسبه لي مش ايه، خلاص. شوف حاجه الوعد، وكان الله بالسر عليه، والله العظيم كل المحلات اللي على الفيصل دي دخلتها. نشوف بقى حاجه الوعد ونروح واوريكم بقى انا جبت ايه. بصوا يا جماعه، خلاص انا جيت تمام. عايزه بقى اوريكم انا جبت ايه. اول حاجه هوريها لكم عشان اعلقه، بس الدريس بتاعي اهو استلمته. عايزه اوريكم ايه شكله. ماشي اهو. يعني زي ما بقول لكم، مش يعني هو مش ستايلي، بس اللي هو ايه برضو حاجه جديده يعني ما جربتهاش قبل كده، وكنت عايزه اجرب بقى الوان جديده. يعني دايما بجيب ايه، بينكات، كشميرات، زيتي، يعني الدريس كله لونه زيتي. بجيب مثلا ايه، لبست المنت جرين، لبست المنت جرين، لبست اللي هو الزيتوني، لبست اسود. يعني تقريبا اغلب الفساتين الالوان اللي لبستها، ودي الالوان المكرره. فاهو الفستان، وقولوا لي رايكم. عايزه اقول لكم ان هو تقيل جدا جدا جدا، وهو هاند ميد واحجار كده اهو. ده شكله، ده شكله يعني ما ايه، يعني ان شاء الله هيبقى حلو عليا كده وهيعجبكم عليا. خلاص. فده ايه، ده بالنسبه للفستان. خليني بقى ايه اعلقه. بصوا الحاجه الوحيده اللي انا جبتها للفستان، انا قلت ايه، زي ما قلت لكم انا هلم الدنيا. فالبادي البت واحده انا كنت جايبه لها بادي بيج هلبسه منها. جبت الطرحه دي، عجبتني قوي. من عند مين؟ من عند بيشا. عجبتني الطرحه دي قوي، ما جبتش طرحه زينه قبل كده، عجبتني. وفي نفس الوقت بصوا يعني اللي هو ايه، انا ينفع انزل بيها بعد كده. يعني هي مش عادي، اللي هو ممكن تنزلي بيها، لذيذه وخامتها حلوه، عجبتني. ماشي ولذيذه قوي كده. هي نفس درجه الايه، الفستان. خلاص. جبت لها كمان ايه، بندانه. ما اعرفش البس البندانه دي ولا لا، جبت لها بندانه. فده اللي انا جبته ايه للفستان. انا مش عارفه بصراحه البس عليه شوزه ايه، يعني هعيد النظر تاني وهشوف. انا برضو ايه، يعني هعيد النظر تاني وهشوف. خلاص. عندي شوزات سوري، فهظبط اي شوزه سوري. وعندي كده شنطه سوري برضو، يعني ايه، خليها بقى في الفيديو بتاع بكره وانا بعمل لكم الميك اب وكده. نشوف مع بعض هنختار ايه جزم وايه وكل الكلام ده. ماشي. بصوا بقى، طبعا خلينا نكون متفقين، انت ما بتكوني مزنوقه في الوقت. انا كان في مشكلتين معايا، مزنوقه في الوقت، انا لازم انجز واخلص، وفي حظر. المحلات كانت بتقفل الساعه 10:30 11. فانا حاجتين مأيدني، انا مش عارفه اعمل ايه، وعايزه انجز، والطريق بيقف والطريق بيزحم، ولو المشوار هتاخدي فيه 10 دقايق فالطريق بيزحم عشان الحظر. يعني يعني التوقيت يعني في الطريق هياخد اكتر من ساعه، انتوا فاهمين؟ فانا كنت بحاول ان انا انجز بقدر المستطاع. بص مبدئيا
انا رحت اسمه ايه، فانتازيا. رحت محل فانتازيا. انا عمري اصلا ما عجبني حاجه في محل فانتازيا. بصوا بقى، انا جبت البتاع ده للبت وعد. جبت لها ده، جبت لها الدرس ده. هي دي اول مره حاجه سواريه ليها، بس طبعا يعني ايه، اكيد واحده بقت مدمزيل يعني، فانسه خلينا نقول. فما بقاش لايق ابدا ان انا اجيب لها ايه، فساتين بيضه زي العيال ولا. فهي عايزه حاجه انساتي. فانا جبت لها ده. لسه بقى هشوفه عليها، عايزه تظبط، عايز ده اصغر مقاس لقيته. دريس كده شكله حلو قوي. هو شكله حلو قوي وهيبان في اللبس كمان. هو يعني نص كم ونص قب. فلسه هشوف بقى ايه اللي عايزه تظبط، بحيث ان انا ايه اظبطه لها يعني. فشكله اصلا لذيذ قوي. هو فيه سوسته كده من الجنب، فشكله لذيذ. فلقيته لها فجبته. ماشي. طبعا يعني هي ما كانتش عايزه خالص يعني. انا كان نفسي اجيب لها سوت ولا اجيب لها حاجه. هي ما كانتش عايزه كده، هي كانت عايزه تلبس دريس. لان طبعا بنت خالتها برضو هتلبس متهيألي دريس هنا. فطبعا بقى وكل البنات اللي من سنها يبقوا لابسين بقى حاجات سواريه. فبنات العيله اللي من سنها كلهم يعني، سواء نيلي، سواء نور، سواء هنا، سواء ملك، سواء كل البنات دي، مريم، كلهم هيبقوا ايه لابسين سواريهات. فجبت لها تبقى زيها زيهم برضو، شكل ايه يعني، حاجات انساتي كده. جبت لها كمان الشوزه دي. انا ما كنتش عارفه اجيب لها شوزه ايه. في ناس بتقعد تقول انت بتجيبي من عند الجيفو ليه، مش عارف. عشان الحاجه بتعيش. بجيب من عند الجيفو عشان حاجتهم بتعيش. بس يعني بتبقى غاليه شويه، بس في حاجات بيبقى عليها سيل. هم عندهم دلوقتي سيل، فبصراحه يعني هو كان من نصيبي يعني. فبجيب الحاجه من عند الجيفو عشان ال ال الحاجه عندهم بتعيش معاكي. جبت لها شوزه يعني هي هتنفع ان هي تتلبس سواريه يعني يتنزل بيها. جبت لها حاجه سيمبل خالص خالص، رايقه وهاديه. انا كنت هجيب لها حاجه بكعب بصراحه، ما جبتش حاجه بكعب. فجبت حاجه هاديه ورايقه. بصوا عامله ازاي، رقيقه رقيقه رقيقه. ماشي. انا قعدت بقى اتصل بيها، ما ردتش عليا وما بقتش عارفه اجيب لها المقاس ايه. انا جبت 39 وفين وفين. لما ردت عليا كنت انا مشيت لقيتها بتقول لي ماما بلبس 39. قلت لها طب الحمد لله، ان شاء الله برضو ايه تبقى حلوه في رجلها. فجبتها لها. بصوا بقى جبت ايه عهد. جبت لها من عند روز كيدز. انا لفيت كل محلات فيصل، انا ما لقيتش العهد حاجه عجباني. انا ما جبتش العهد طبعا دريس، لان زي ما قلت لكم انا عايزاها تستفيد بالحاجه، يعني تستفيد بالحاجه. فجبت لها الصوت القمر دي. بصوا لونها بيج كده، وفيها الحاجات دي كلها فيها كده. وعليها التوب ده، عليها التوب ده برضو. التوب كله حاجات كده، فهو يعني هيبقى ملائم جدا وشكله تحفة. انا جبت ده مقاسه ايه، ده مقاس 7 سنين. ماشي. فبرضو يعني هنشوفه بقى عليها يبقى عامل ازاي ان شاء الله. يبقى حلو برضو عليها. وزي ما قلت لكم عهد مثلا واحده هتلبس على البتاعه دي بادي اسود من تحت متهيالي عندنا، وانا هلبس بادي بتاعها بيج. وزي ما قلت لكم ايه، قلت الم الدنيا بقدر المستطاع. يعني انا كنت عايزه الم الدنيا. فاحنا كده مش محتاجين حاجه تاني. ومتهيالي انا ما جبتش حاجه تاني، يعني مفيش حاجه تانية انا جبتها. ف لميت الدنيا الحمد لله. مش زي بقى اما انت ما ايه يعني ايه في الطبيعي بقى، ما ببقى رايحه فرح بقى مش عارف ايه، او عندنا فرح في العيله، بتجيبي بقى كل الحاجات بقى جديده وبتاع. انا ما عملتش كده عشان ما اعكش نفسي، انتوا فاهمين. وطبعا سبب تاخيري برضه عشان الناس تقول لي ايه اللي اخرك برضه في الوقت كده. ما كنت انا برضه كنت
محكومه بسبب الفلوس. انا كنت مستنيه القبض، ما كانش معايا فلوس وما كانش هينفع ان انا يعني ما اجيبش برضو. انا جبت والله العظيم الحاجات دي يعني قسما بالله عشان يعني عيالي يفرحوا، والله 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 كمان مره عشان افرح عيال، عشان فرحه عيال. حتى عايزه اقول لكم ناس يعني سالت لي: انت ما جبتيش فستان، ما جبتيش شعري؟ قلت لها ما جبتش حاجه. لكن طبعا جبت لهم عشان لقيتها والله العظيم زعلت. فانا جبت لهم عشان افرحهم، والحمد لله ربنا قدرني، لميت الدنيا اتلمت معايا. الفستان برضو كان عليه سيلف فانتازيا. عايزه اقول لكم انا دخلت محل قبل فانتازيا لقيته بسعر اغلى بكتير قوي، لكن في فانتازيا كانوا عاملين عليه خصم. فالحمد لله ربنا جبرني، واديني جبت فستاني وجبت لي بس طرحه وبندانه. انا كده متهيالي زي الفل. شنطه من عندي على شوزه من عندي وقضيت. جزمه عهدة هتلبسها عندها، فبرضو ايه قضيت يعني. مش محتاجه اي حاجه تاني. بس وكل حاجه موجوده. بس هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. اتشحططنا وبهدلنا بس قضيت يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا كان في حاجات كتير قوي انا كنت عايزه اجيبها، بس بيني وبينكم انا ما رضيتش اجيب اي حاجه عشان انا ما كنتش لسه طلعت الالتزامات اللي عليا. قلت عشان ما تتفتحش معايا على البحري واجي اطلع الالتزامات اقول يا ظلموه. فقلت يا بت اربطي الحاجات الاساسيه بس اضطراريه، مش اكتر ولا اقل. انا والله العظيم لو ما كانش الفرح يعني درجه اولى كده، والله العظيم كنت ممكن اروح بسوت عندي يعني عادي يعني، فاهمين؟ بس طبعا درجه اولى، وزي ما قلنا قبل كده مش كل ما تحضري فرح في العيله ولازم تبقي لابسه حاجه حلوه يعني، طبيعي، فاهمين؟ فحبيت بقى ايه اوريكم الحاجة. ويا رب يكتر من افراحنا. عشان انا بتسأل هو الفرح مين ده يا زيزي؟ مين ده؟ انا عمته، ده ابن اخويا يعني، ابوه يبقى ابن عمتي، ابن عمتي، فاهمين؟ ابوه. فانا يعني يعتبر ابوه اخويا، فده ابن اخويا بس. فهمتوا حاجة؟ عقبال افراح عيالكم كلكم وافراح عيالي يا رب العالمين، واقول لكم السلام عليكم.